السلام عليكم، معكم أميرة. النهاردة نقدم حالة كده سهل ولذيذ وسريع جدا ومش هياخد منك وقت وغير مكلف، وكل المكونات موجودة عندنا في قلب البوتاجاز. كل اللي هنحتاجه باكو جيلي أو باكويان. تمام، معايا هنا 2 باكو جيلي. هحطهم في البولة اللي عندي أو أي حاجة عندك تشتغلي بيها. هنزل عليهم بكوباية مية سخنة. هي الكوباية عندي معيارها 250، يعني على حسب بقى ما انت عايزة. مثلا ممكن تحط كوباية وربع أو كوباية ونص. المية السخنة فايدتها ايه؟ ان هي تدوب معايا الجيلي، بحيث ان انا ما يحتاجش ان انا ارفعه على النار. هقلب كده وهدوب كده مع بعض، قلبي 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 كده ودوب الجيلي. وبعد كده هنزل عليها بكوباية ونص من المية الباردة. ممكن تحط كوباية او ممكن كوباية ونص على حسب ما انت عايزة القوام الجيلي يبقى معاكي تقيل او خفيف. هنا شايفين الكبات دي بتاعت الحلويات، بتجيبها منين؟ دي اكليرك، بتجيبها من عند اي خامات مستلزمات حلواني. هي تقريبا يعني انا كنت جايباها من زمان، كانت الكب كان ب1.50 جنيه. دلوقتي معرفش بصراحة وصل كام بعد الاسعار الرهيبة اللي احنا فيها. هبدأ كده اخد كبشة كده معايا من الجيلي واحطها في قلب الكوبات اللي موجودة معايا. ممكن لو مش عندك الكوبات دي ممكن تعملها في كوبايات عادية، او الكوبايات بتاعة الجيلي، المجات بتاعة الجيلي دي اللي موجودة في اي بيت مصري. طيب انا هنا هحط قد ايه؟ يعني يدوب، يعني هي كبشة دي يعني تعتبر اقل من ربع الكب، لان لسه هنعمله. آه هنحط طبقات تانية فوقها. هنا هبتدي بقى احضر الكريمه بتاعتي. كريمه اقتصاديه جدا. عايز تستعملي كريم شانتيه، تمام، اضربي كريم شانتيه واستعملها مكان الكريمه دي، بس احنا قلنا عايزين كريمه اقتصاديه. معايا هنا كوبايتين من اللبن، وهحط عليها معلقتين من الدقيق ومعلقتين من السكر وشويه من الفانيليا. هقلب كل ده مع بعضه وهرفعه على النار. طيب انا مش عايزه دقيق، ما بحبش نكهه الدقيق، عايزه استعمل نشا عادي براحتك جدا. بس قوام الدقيق بتخليها ناعمة جدا، يعني بتخليها طعمها جميل جدا، يعني مش هتحس بطعم الدقيق بصراحة. هنزل هنا كمان عشان أعزز طعم الكريمة عندي، هنزل عليها بمعلقتين من القشطة. طيب ممكن أحط عليها معلقة من البستري، وممكن أحط عليها كمان معلقة من الكريم شانتي لو أنا مش عندي قشطة. وممكن مثلا عندك اللي هو القشطة بتاعة اللبن، حطي منها. هنا انا مش عايزه هنا الكريمه بتاعتي تعمل وش، فهعمل ايه؟ هفضيها في بوله تانية وهغطيها باي بقى كيس عندك بلاستيك، او ممكن اللي هو الستريتش راب او كيس بلاستيك. انا هنا جبت الكيس، اي كيس تلاجة عندك هتغطي بيها بحيث ان هو ما يعملش معاكي طبقه وش. هنا بقى بعد ما الجيلي مسك معايا وتجامد، هجيب عندي طبقة تانية. الطبقة التانية دي اختيارية، أي حاجة عندك ممكن تحطيها. ممكن كنافة، ممكن بسكوت. أنا هنا كان عندي مستعملة بسكوت شاي. إيه، ممكن كيك. أي طبقة، أي حاجة متوفرة عندك، يعني ما توقفيش نفسك عليها. ابتدي كده أحط طبقة خفيفة كده من البسكوت اللي معايا. أنا طبعا البسكوت عندي هنا أنا مش مهردة قوي، أنا مكسراه، يبقى إيه مجروش كده، يبقى فيها طعم البسكوت باين وانت بتاكليها. طبعا في التوقيت ده اختاري بسكوت يكون طعمه حلو. هنا بقى الكريمة بتاعتي جبتها وحطها في كيس، وطبعا قبل ما احطها في الكيس قلبتها تقليبة كده بحيث ان هي تبقى سايلة معايا شوية. نبتدي كده اوزع كده في قلب الكوبات اللي موجودة عندي. برضو نعمل حسابنا اللي احنا لسه هنحط طبقة كمان من الجيلي، وهنحط طبقة كمان من الفراولة، فنعمل حسابنا يعني منخليش طبقة الكريمة تبقى عالية أوي. يعني يبقى كده كل حاجة كده متساوية. اوزني ايدك ان هي تبقى كل حاجة موجودة عندك تبقى متساوية. هبتدي هنا بقى بعد ما انا فردت كده الكريمة عندي فوق البسكوت، هبتدي اوزع الفراولة. طيب انا من الولاد عندي ما بيحبوش الفراولة، ممكن تحط موز. طيب انا مش عندي موز، ممكن تحط جيلي كده بس، في بالجيلي بس، على حسب برضو ما انتي حابة. يعني بصي الطبقة الأخيرة دي براحتك، انت ممكن تحطي كمان رمان، حبات من الرمان. هبتدي بقى اوزع كمان اخر طبقة بقى معايا، هوزع بقية الجيلي معايا واعمل حسابي ان هي مثلا ان انا لسه هنقلها واحطها في قلب التلاجة. يعني اعملي حسابك ان انت تنقلها كده بالراحة، لان هتبقى طبقة للاخر خالص. هبتدي كده اوزع معايا كده هنا الجيلي اللي موجود معايا. شايفين التدرج بتاعها والطبقات بتاعتها بجد كان شكلها حلو جدا.
هنا بعد ما دخلتها التلاجة ومسكت معايا وبردت، وطلعتها بقى كده الوقت معانا وقت التقديم. فما شاء الله كان طعمها جميل جدا. ما يغركمش الكب، هو الكب صغير بس مليان. شايفين الطبقات بتاعتها، طبقة جيلي، طبقة بسكوت، طبقة كريمة، وطبقة الفراولة بالجيلي. جربوها واعملوها لأولادكم، وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب أولادكم وهيفرحوا جدا بيها. خصوصا إن هي حاجة غير مكلفة. انت لو جيت اشتريتي دي من بره هتشتري الواحدة ب25. طيب انت ممكن تعملي الحاجات دي كلها عندك في قلب البيت. تعالوا نشوف من جوه شكلها ايه. شايفين بتاعتها، طعمها خطير. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم.